مرورية أو في حملات مرورية دائمة مستمرة، إنما بيحصل فيها هوجة لما بيحصل حادث. أنا عاوز أقول إن إحنا لابد إن الموضوع يبقى نابع من جوايا، أبقى أنا عارف إن أنا عشان ألتزم بإجراءات السلامة والصحة المهنية يبقى أنا عارف السواق ده، السواق اللي بياخد ابني بيوديه لغاية المدرسة يبقى أنا عارفه شخصيا. ما ينفعش إن أنا في واحد موصي حد إن هو في سواق كويس وابن حلاله، أنا ابن الحلال ده لازم إن أنا اتحرى عنه واعرف هو ايه هو سلوكه مع السلوك بتاع السائق. دائما بيبقى فيه ظواهر، الظواهر ديت هل هو مزاجه دائما بيبقى منتظم ودايما ان السواق لما بيتكلم مع بتوع الامن، مع طبيب المدرسه، مع المشرفين في المدرسه، مع مشرفه الباص نفسها، دايما لما بيجي يتكلم معاه دايما حاسس ان هو في حاله اتزان، ولا دايما احيانا بيبقى في مزاجه متعكر، احيانا مزاجه مش كويس فيبقى متقلب المزاج؟ اذا ده في حاجه مش مظبوطه، لان الحوادث مرتبطه بالعلاقه الاجتماعيه بتاعه الشخص نفسه. ممكن يكون جاي من بيته زهقان ومتخانق وحاجات زي كده، فيبقى دوت اكيد هيحصل منه حادث وبالتالي هيحصل منه اصابات. لكن الظواهر الطبيعيه الاولى بتقول ان علاقته مع زمايله السائقين اللي حواليه، علاقته مع الامن اللي واقف على البوابه هو دايما اللي بيتكلم معاه وبياخد ويدي معاه، العلاقه ديت لابد ان انا اراقبها عن طريق مين؟ عن طريق اتنين، اما طبيب المدرسه، اما الاخصائي الاجتماعي بتاع المدرسه. الاخصائي الاجتماعي له نظره فاحصه في ان هو يقدر يفهم الناس، فقبل ما نعمله تحاليل بيبقى فيه الظواهر ديت اللي تبين ان الراجل ده بيتعاطى حاجه ولا ما بيتعاطاش.